يا اخي بص لسوريا، الدولة اتدمرت تماما وما تقدرش تلوم حد على تدميرها. ما تقدرش تلوم حد على تدميرها. بص لليبيا، بص للعراق، بص لليمن. انا اول مرة اتكلم باسماء الدول كده بشكل علني، ما يصحش اتكلم كده. بص للصومال، بص لافغانستان. الدول اللي بتروح ما بترجعش. اول ما بيحصل فراغ يا عبد الله يا محمود بتتحرك قوى موجوده جوه المجتمع تتصور انها لها الاولويه الاسبقيه، لها الحق المقدس في قياده الدوله، وبالتالي بتبقى مستعده انها تخش. حق مقدس، عارفين يعني ايه حق مقدس؟ يعني هم بس اللي يحكموا والاخرين يعني يتحكموا او ايه، او يتقتلوا. يتحكموا عبد الله وايه، يتقتلوا. انتوا مش عشتوا الكلام ده عندكم ولا ايه؟ سابوا ايه في البصره يا عبد الله؟ العراق دي كان بيتغنوا لها زمان من 35 سنه، بغداد حاجه كده. خطأ في التقدير، خد البلد ودخل بيها في الحيط. خلي بالكم من بلادكم. انا بكلم الناس اللي هي دي القعده دي قعده صافيه جدا. خلي بالكم من بلادكم، حافظوا عليها وتحملوا، واحنا ما ناخدش ابدا كشباب بلادنا وندخل بيها في ازمه كبيره جدا ما نعرفش. قد ننجح وقد لا ننجح، بس التجربه بتقول في منطقتنا العربيه مجرد ما بيبقى فيه فراغ يا محمود يا قاسم على طول بتنقض الجماعات الاسلام السياسي للسيطره على الدوله عشان تقودها في اطار فكره مقدسه عندها ان هي لها الحق المقدس في قياده الشعوب اللي هي موجوده منها عشان تعمل الدوله الدينيه يعني. وبالتالي اي حد يعترض يقف قدامها يتم التعامل معاه ويقتلوه، وزي انتوا شايفينه بقى. وبعد كده يبقى التدمير بقى تدمير ذاتي. ما حدش يقدر يلام على التدمير اللي موجود في سوريا. مين اللي يلام؟ خلي بالكم، وارجو ان انتوا تتوقفوا كتير قوي على كلام اللي هقوله ده. لكل المصريين اللي بيسمعوني دلوقتي هنا وبره، مفيش حد يقدر يهزم امه، خاصه لو كانت الامه دي بتتعامل بقيم اخلاقيه شريفه في وقت عز فيه الشرف. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان تعرفوا ان استقلال القرار ده يعكس الشرف ويعكس النبل ويعكس الخلق قبل كل شيء. عشان انتوا تبقوا عارفين، لو انتم عايزين استقلال قرار حقيقي، الدول اللي بتبقى مستقلة في قرارها بتعاني. فممكن تقول طب احنا ما اتفقناش على كده، اتفقنا انك انت تتولى الامر بس ما نعنيش معاك. فحد تاني يقول طبعا احنا عايزين ناكل، طبعا ودي مسؤوليتنا. لكن عايز اقول تاني، اللي عايز يبقى عنده اراده حره لازم يستحمل. بقول الكلام ده لكم ليه؟ انت عايز تبقى تعمل علاقات متوازنه وعايز تعمل انفتاح في علاقاتك على كل العالم، لكن اللي بيتم هو محاولة لتخريب علاقات مصر وعزلها، أو اللي بيحصل ده هو محاولة للضغط على مصر. مصر لن تركع، مصر هتركع لله. كان من ضمن الأدبيات اللي احنا بنعتنقها هو عدم التدخل في شؤون الآخرين. دي دروس احنا تعلمناها، ومش كده وبس، هو عدم التآمر على أحد. تتآمر على الآخر وتخرب بلاد وتدمر الأفضل من ده كله هو أن يبقى في سياسة تدعو للتعاون، تدعو للبناء،
تدعو للاستقرار، تدعو للسلام، والتوازن ده والاعتدال ده كان نتاج تجارب الآخرين، تجارب لشعوب، ويمكن حتى تجارب لينا احنا المصريين. شفت دول كانت قوية جدا وقادرة جدا، ولكن نتيجة ممارستها دمرت بلادها. كانت دول مطمئنة ومستقرة وقادرة وتحترم سيادتها وتحترم إرادتها، ولكن نتيجة أخطاء. ده كان حاضر دايما قدامي. يمكن حد تاني يقول لي انت يعني ليه بتطول بالك كده؟ طبعا لازم اطول بالي. انا هقول لكم على حاجه، انا عمري ما عاتبت باي مسؤول على انه التقى بدوله مسيئه ليا او لمصر يعني، ولا قلت له حتى انت بتلتقي بيهم ليه؟ ابدا. قسما بالله العظيم انا لا اتمنى ابدا من اي مواطن مصري انه يطلع لفظ واحد مسيء ضد اي حد، حتى لو كان اللي بيعمل كده مسيء لنا. ايوه، لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان انا جيت فقط لأتمم مكارم الاخلاق، تعرفوا قيمة الرسالة وقيمة ووزن حسن الخلق عند مين؟ عند رب الناس. الخلق العالي الرفيع ده امر اللي هيجازي عليه بس ربنا. تتحمل ده وانت مش قادر تعمل حاجة، وفرق انك انت تتحمل ده وانت قادر تعمل كل حاجة.